السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الاخوات وفاء وبشرى. كنتمنى لكم عواشر مبروكه والله يدخل لكم هذا الشهر الفضيل بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما تميتوا ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد العصير ديال الفريز اللي كنطحنوا غير بالماء وما فيهش مكونات كثيره. بسم الله. كنحتاجوا واحد ربعه ديال الفريز، عصير ديال حامضه، سنيده حسب الذوق، والماء باش كنطحنوا. بالنسبه لهذا العصير راه كيجي اكثر من رائع. يمكن لكم ديروا القشور ديال الحامضه وديروا حامضه معصوره. اول حاجه غادي نديروا الفريز نتاعنا في الخلاط، غادي نضيف ليه العصير ديال الحامض والماء، وكيف ما قلت لكم تيبقى السكر على حسب الذوق. بسم الله. هنايا راه دايره عصير حامضه مع القشور ديالها صافي. غادي ندير الماء، نضيف الماء ونطحن العصير ديالي. من بعد ما طحنا العصير نتاعنا كيف ما كتشوفوا راه كيجي خاطر، تيجي رائع صراحه. داك المزيج نتاع الحامض مع الفريز كيعطي واحد المذاق زوين. كيف ما كتشوفوا نتمنى تجربوا الفيديو نتاعنا وينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وبالصحه والراحه.